هاي، كيفكم؟ للأول مرة يشوفوني أنا وفاء سليم ميك اب ارتست. عاملين القناة لكل الحاجات اللي بيحبوها البنات، وأكيد أولهم إنه نعلم البنات الميك اب. اللي لقيت إنه أنا في كل التوتوريالات اللي أنا بتكلم فيها اتكلمت عن الموضة السنة دي عاملة كيف. الموضة السنة دي الناس بتحب تلبس ألوانات ألوانات ألوانات، والبنات محتارين بين الناس اللي بيعملوا ميك اب كلاسيك عشان ما يجوط الدنيا شديد، أو إنه يدخلوا لون من الألوان في اللوك يطلع ظاهر اكتر. انا اخترت انه ندخل لون في اللوك، ولقيت نيكي توتوريال عامله لوك وانا حبيت اطبقه معاكم. يلا نشوف. كالعاده حنبدا بتوزيع البرايمر بتاع الاي شادو. هنا استعملته في لويس. اخدت لون سوفت براون بني فاتح خالص، اي باليت عندك البني الاقرب للبيج. اوكي، هحكي لكم حاجه. كل فترة الموضة بتاعت الميك اب بتتغير، فالفكرة انك يكون عندك اساسيات ومن بعدها نقدر نبني عليها. طيب، من الأساسيات إنه نحن كل فترة بكون عندنا شكل مثالي نقدر نقول بتاع عين أو بتاع وش أو غيره، يعني على حسب الموضة بتاعت التجميل عموما. فمن الأشكال المثالية للعين مؤخرا إنه العظمة تكون ظاهرة، وإنه يكون العين من هنا مسحوبة والكلام ده. لو حبينا نتابع الحاجة دي فكل مرة مفروض نغير تركات على حسب عيننا. مثلا أنا هنا ما عندي عظمة ظاهرة، فبشوف العظمة بتاعت الأنف بتاعتي من الكونتور أدخل بيها هنا، فحاعمل لنفسي كسرة هنا. أصلا حتى من الكونتور بديت أعمل كده أساسا يعني. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه أنا هنا مع التبطين بلاقي إنه أنا عايزة أوسع الجفن المتحرك اللي هو شايفين الفصلة دي، وحقيقة هنا بس اللي المفروض يظهر. أوكي، أنا عايزة أوسع بقى. هشوف أعلى نقطة من النص لغاية الحاجب، أعلي فيها الجفن الثابت. بما اني انا عليت الجفن الثابت فحقدر اوتوماتيكلي اعلي الجفن المتحرك. هاخد لون جينجر من الباليت بتاع بي بيرفكت، واحنا عملنا له قبل كده ريفيو في منتجات في دولابي، ممكن اخلي لكم اللينك تشوفوه. وبرفع عينه انا من هنا. شايفه انا عايزه ارفع وين؟ اوكي كده انا شغاله هنا. خدوا الموضوع سهل كده على قلبكم، واحده واحده حتمشي يعني. من هنا بسحب، وبعدي ايدك من الفرشة، ما نمسك الفرشة كده لانه مستحيل يدمج، حيلطق. هاخد اللون التاني. في الاول كلي، لون هو فيه خضار بس كده، اللي هو افتح اخضر ممكن يكون. هكسر هنا، هتلاقوه بدا يعمل لي عوم ويغمض يغمض اللي هو هنا. تمام، ونسحب. وبقى في لون ما عرفت اقراه، كاكي خاكي كي اتش، يعني المفروض يكون خا بس هو كاكي. انا اخترت كاكي بصراحه، لونه قريب من الكاكي اصلا. فده هعمل بيه شنو؟ عايزه كالعاده تعبت منك كلمه تطبطبي، بس لازم تطبطبي قبل ما تخدي اللون ويعمل معاكي حفله ويشيل في مكان وما يشيل في مكان. هو كانه زيتي او عشبي، ما عارفه اجيب لكم اياه درجه. كانه دي من نفس الباليت. خديت بعد كده ادمج. بنات، حسيت الدمجة ما حلو؟ حسيت انك يعني عايزة توسعي على برا؟ اوكي، هوريكم هسه هعمل شنو. هاخد اللون اللي قبله، انا لسه عندي مكان يعني عندي مدى. اللون اللي قبله اللي هو كان كلي، ارجع في الاطراف كده اديه، ايوه اديه بوش لورا. ما حصل حاجة يعني، ما تتمسكي ما تتمسكي. تمام. طيب اعمل العين التالي وارجع نكمل هنا. هاخد فيس هايلايتر من ماك
كده كده هستعمله في وجه الوش. عايزة احطه في النقطة دي. ركزوا النقطة دي وين، ما لها علاقة بعيني، النقطة دي لها علاقة بالكير اللي طالع من كونتور الأنف وداخل على إنه يعمل جفن. فهو ده هيعمل لنا شنو؟ هيعمل لنا عظمة الأنف حقيقية وإنه الجفن بعد من هنا. أوكي، هنطبطب برضو الخط عشان أي خط بنسيبه بيثبت. يعني الآي شادو هتلاقوه كلكع في مكان وفي مكان. وهاخد لون ذهبي أو برونزي، بس صراحة اخترت البرونزي اللي بجيب أغمق، يعني ما مش شايفة. ايوه والله حبيت وقعت بغرامه بشكل فظيع، والله حبيته. لا حبيت، انا عارفه كنت حبيته 100 مره لكن انا عجبني. تفاجأت كنت قلت هيطلع دهب فشفش. اوكي، ليه باخد الشمر بايدي؟ الشمر يا اما بايدك يا اما بسيليكون وبالايد. كل الارتستات اللي في الدنيا اثبتوا وتوافقوا انه هو بيظهر لونه اكتر حقيقي. عايزه اعمل كحل بيج في الكورنر، وانا حمده شويه عشان عيني فيها تدوير. شايفين الحته بتاعت المد دي؟ حتى في الكحل الاسود هنعملها لو انا كنت هكحل اسود بالكورنر بس، لانه في نص العين عندي تدوير فما عايزه اوقعه كده. اخد جنجر احطه قدام حيث انه لون ظاهر من قدام. دي الفكرة اللي قبل اتكلمت معاكم فيها. ممكن نعمل لوك هادي اذا انتي يعني من النوع اللي بيتحمس مع الموضة ومن النوع اللي بيقدر كده يخاف شوية. اعمل اللوك هادي عادي بس اكسريه بلون بسيط، اورانج وردي بلو، هتلاقيه غير اللوك شديد وفي نفس الوقت يعني طلعت شوية من المألوف عشان ما تملي. ولما تلاقيه حلو هتحبيه وهتبقي بتعملي تاني الوانات. نيجي هنا نحط نفس اللون اللي قلت لكم ما عارفة اقرا اسمه، اللي في النهاية سميناه كاكي. عملته تحت البيج. اوكي، ما تجيبي العيد وتدخلي في البيج، عشان كده وسعت عينك اللي عملتيها هتضيعيها. حبيت اعملها لكم المرة دي بصراحة قبل الرموش قبل اي حاجة عشان تكونوا شايفين الرسمة اللي انا بكون وصلت انه ارسم. تحت لو ملاحظين اصلا انا ما كنت مثبت الكونسيلر كويس عشان يثبت لي اي شادو بضمير. فهمتوا؟ النزلة دي مع الماسكرا هتكون جرت لي عين شوية، والرمش هركبه على انه يشد لي جفني لفوق شوية. اعمل عين التانية وجيكم. يلا، عملت بوزة صغنونة وعايزة اوريكم انه شكل الرمش بيخدم الشكل بتاع الميك اب اللي اخترته قبل. فاكرينه ترانزيشن كلر اللي هو جينجر، انه قلت لكم يرفع لي العين بالاتجاه ده. شفتوا كده نفس الشيب اللي انا بتكلم عنه. بظبط الرمشة التانية وماسكة تحت العين وارجع لكم. كده الرمشة التانية ساعدتنا نعمل نفس الحاجة اللي احنا من الاول مخططين نعملها. الحاجة دي اخدوها يا جماعة قاعدة في حياتكم. نفسك تنعسي عينك، اخذ الرمش يخدمك انه ينعس عينك. نفسك ترفع عينك لفوق، اخذ الرمش الطرفي وارفع به عينك لفوق. انت بتخدمي اللوك اللي انت عايزاه بتفاصيل كتيرة، ما بس اي شادو خديناه. ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم، واتمنى اشوفكم في حلقات جاية. واكتبوا لي تعليقاتكم وبليز طبقوا عشان نعرف انه نحن انتم محتاجين شنو او شنو صعبان عليكم. اوكي، باي باي. ويظهر لونه اكتر حقيقي. خلاص كت حلو. ممكن نقطع؟ ايوه معلش صوت شوي. اوكي، ممكن نقطع. اللون الثاني اسمه شنو؟ كاكي، لكن مكتوب خاكي. كي اتش، مكتوب كي اتش. كي اتش كي اتش اي كي اي.